بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا رب. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. مثلا تجي الحلقة 50 من حلقات الفقه المالكي. نبض الحج، أحكام الحج. حلقة نعدان نخدم الجزء الأول، السجل الجزء الثاني. نبض آخر حاجة نشرح سيد مواقيت الإحرام. مواقيت الإحرام نفكدك تفاصيل، يعني أنسي أندلت المواقيت. مثلا وقد يسن ذو الحليفة، يعني وقد مثلا يسن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة نغبير عليه 450 كيلومتر إلى آخره. قلنا أطول ميقات، يعني أبعد ميقات عن مكة ذوى، يعني 450. أصغر ميقات 75 إلا 92 إلا 94 إلا 183 اللي هو ميقات الجحفة، وهو ميقات أهل المغرب. ثيجي كون في التفاصيل فلست ولا استقي مرضر بالجزء الثاني. أنبذو نهضر في أركان الحج مباشرة. الركن الأول اللي هو ركن الإحرام. الإحرام، ما معنى الإحرام؟ معنى نية الدخول في النسك. يعني يون هذه يخدم النية باش هذيك الشم ذي النسك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. مباشرة ميخدميون الإحرام، نية الإحرام. وطبعا فيه تفاصيل تعرفوها، يعني بلا ما نذكروها، يعني نحاول نتجاوزوا بعض النقاط خاطر فيه تفاصيل كثيرة في موضوع الحج، اللي هي أن واحد يعني ماذا بيك يعني من مستحب باش بعد ما يدوش قبل ذلك هذه زيز ديمانيس، هذه نظف مانيس، هذه نقي مانيس كما يلزم، هذه دواش بابا ذينا إما ذي الميقات قبل الوصول إلى الميقات. من بعد ميلا يوفى هذه ظل ركعتين نافلة في وقت تحل فيه النافلة بلا كراهة. الله يبارك، هذه ظل ركعتين. إما إلا يشمغ الجامع عند ذي الميقات إلى الجامع يفنى تظلن صلاة الفريضة، ذي الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، أي صلاة من الصلوات. هذا يجزي، يعني لا يحتاج إلى باش يصلي ركعتين. وبعد ذا غادي رأي النظام ميلا ذي الطيارة مثلا. ذي الطيارة ند مثلا يون يروح نسيقسي الجزائر، يروح مباشرة إلى مكة المكرمة، إلى جدة، وبعد من جدة يروحوا إلى مكة المكرمة. طيب، قبل هذا وصلنا الميقات. قائد الطائرة الكوماندون أدي يشوف الأخبار، أدي يهضر الميكرو أسنين يا الحجاج مازال نص ساعة 20 دقيقة أنا وضغ الميقات. ذا قلنا دايث مثلا ما يليون يلسل سيس يجسي الجزائر سوق خامس نصي المطار من الجزائر. اشو لبسه؟ يلسى الفوضى. طبعا بالنسبه للرجال، النساء تلاوين اللبسه سنت عادي، ولكن بالنسبه للرجال هذا الكلام موجه للرجال. ما الا يلسى الفوضاني، يعني يلسى السيا يرنا قندورسو في اللايس نغيرنا فرموس ميلا سميها. من بعد من الميس يسلان الكوموندون اسيني قريبا نوض الميقات. ذا شار يخدم هذيك ساقندورني ذوك كان يسكن هذيك ساقندور. من بعد هذي يخدم الفوضاني سفلا، الفوضاني وكسار ثلا ديجا يلساس بلا ما يتقلقي ديال الطياره ولا قرا خدم من زلزله داخل الطياره. لو كان في ثيكلت لا الطياره تساوي 260، لا الطياره تساوي 460، يعني شغل ثلاث دارتك وتسن سمحتي الباطي ما كان تسن داخل نغاكثر ذكني ما حركنا في ثيكلت يزمر، يعني الطيارات تضطرب، يزمر يضرو خسار. لذلك الانسان يكون يعني مؤدب. القوم كان يسكن هذيك ساقندور الساويل هذه خم الفضاء هذه يرجم ديال الوقت. ثم ما الا صلوا ذو قلا اصلا
يغلظوا سيخسر هذا والاتصال وكذا تنسلوظوا ميوض كان جيست الميقات داخل البوليس والنية محلها القلب أكني قنوة ما ينواس القيران غادي سنشرح بعد حين مس القيران مس الإفراد مس تمتع أمشي قنوة ثلاثة من السوكي قلان طيب والنية محلها القلب النية تقول مثلا يروح استمتع دي لبيك اللهم عمره متمتعا به الحج وقد تقول اسم شلمين سيميس لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج وبعدين يصلي ركعتين الله أكبر يقوم كانيس خاطر يسار اللوضو يمور يسار اللوضو يسار نظرو انه قاعد يتساوي نظرو مشطوح تيمو نظرو ديك فلانه ويتسكيثي اسيري من باب ما كتيمو اخاك بالتيمو عادي يود كان الوقت الله اكبر اما الا ورساض اللوضو ورساض قرار روح تطبع دينا ذي لي طواليت اني الطياره اضاف ديجا زواري كميه من بعد اش تخدم دينا باش ديروا يعني مشكله لذلك الانسان ما يساعد مسلم تقول قرا عادي قيمه نيت الليل ما تصلي ما والو عادي لانه النيه في الاحرام يبدا من الميقات اتى الميقات ارضي ما يحاذيه في السماء في وضع الجهني وطبعا طائره سريعه بالمناسبه لذلك النيه برك تكفي النيه بلا ما زود ركعتين بلا ولا شيء اتفضل في التلبيه امشي لاندين لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إما تفضيونا كين يرجو وزري غير كل شويه لاقينك ديجا لباس الإحرام مثلا دك فاليز هكا باغا مثلا دك عبوض لافيون باش تخدموا وتقادر الكوموندون كاري اد دير فاليز اد سفغ اللبسه ميلسي من بعد ديماري طبعا الشيء غير مقبول وتقلي قرا ميثي وضغ غير جده اول يابسه يجوز تخدمض الاحرام ذينا وزريغ واقي اشكال اللي غاون ثيكلتني عدان مولاش تاموسني يضروا خساري الحجاج يضروا وخسار ربي سبحانه فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج ولاش امكانك ساعه الجدال ماك يقوى ووال وغنك ذو الفقهاء انا يزمرك قلقنا كهالكن الحجاج مدوك عليك اشيني لباس الاحرام مثلا كي جات ذو كابا داخل لافيون اشيني همالها صراحه ذغاب فشلينك ديجا فشلوض السن 20 سنه كاع جمع دورو المس صوضغ القدر من الحج ام بعد القرعه بالك 7 سنين استراجوض اسمي كي صح في مريض كان غلط صافي نشتاقي اكيضور اي غير كيضور خاطر السن خسراغ بذا كان الحيجي ويغسل الغلاظ ان كذا كي اللي غيكمل تساقواد ما تخدم الاحرام ذي قنيه كالسليط الله يبارك ميلنا نورمال مثل بالضر جده اتفضلك سي الاجراءات الني الله يبارك ادمضى فاليزيك ترونكيل ادغذ الوضوء ازاد ركعتين ادين لبيك اللهم حجا عمره هكذا افذو التلبيه عادي ورسيض هذا امر يجوز وقد افتى بذلك علماؤنا منهم العالم المقاصد الاصولي التونسي طاهر بن عاشور منهم الفقيه المالكي القطب احمد حماني وغيرهم من العلماء افتوا بالجواز اذن فلا حرج ونظم بعد الحج يعني يوم العاشر من ذي الحجه لان النبي عليه الصلاه والسلام يقال افعل ولا حرج في حديث المتفق عليه في البخاري ومسلم يلا اذن هذا صافي تفضيل الاحرام الله يبارك طيب من بعد ذا شو ذي النيه قلنا نهضر في النسك ما فيش مستمتع أدين لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج أثي الدينير ذقولي ولا مثني تنسيل سيك يجوز ما ذا القران
يعني القران بين العمره والحج. ذا قاعد لبيك عمره وحجه، يعني اتقرنض يا رسم القران بعد 100 بضر مكه ثوضر مكه المكرمه اتخذ من الطواف القدوم، طواف القدوم وتخضم ويقان طواف القدوم بالنسبه لي الشمس القران وتخضم السعي الحج بعد الطواف، خاطر ولزم هذه للسعي الا اذا كان مسبوقا بالطواف، قد يكون هذا الطواف طواف فرض او قد يكون غير ذلك. أم بعد سعي واحدا أي غير خطر خمض القران وقم قال القران سعي واحد قرنض بين الحج والعمرة وتقمض على إحرامك بالإحرامينك محترم كل محظورات الإحرام ممنوعات، ممنوع إزالة الشعر لا نتاع اللحية ولا نتاع الراس، ممنوع تطيبة خمض الريحة والعطر وكذا خاطي، ممنوع قطع الشجر والنبات عسيمانيك، ممنوعة الخطبان الزواج ممنوع يلبس سرواليس هذا افرنوسيس كذا، ممنوعة صباط ما ديزيك ودارك، ممنوعات كامل. هذا هو لازم راك في الاحرام. طيب سيدي، اذا طواف القدوم وتخضمض السعي للحج والعمره قرانا سعيا واحدا وتقمض بإحرامك لا تتحلل ألما ذي اليوم الثامن، ثم يعني يبقى محرما إلى غاية يعني يوم الثامن من ذي الحجة. هذه بدأت أعمال الحج كما سنشرحها بالتفصيل بعد حين. ماذا الإفراد؟ الإفراد هذيك شمسية الحج، يدخل الحاج بنسك الإفراد بنية الحج قائلا لبيك اللهم حجا. نناد ماذا القران أديني لبيك عمرة وحجا، ماذا الإفراد أديني لبيك اللهم حجا، ماذا التمتع أديني لبيك اللهم عمرة بعد متمتعا بها إلى الحج، أي غير أخطر تتحلل يعني من إحرامك بعد العمرة مباشرة، أترجض 18 أيام 15 يوم أين ترجض ألم ديوسا أسن 8 من ذي الحجة اللي هو اليوم الأول من أيام الحج ذينا أتخمض الإحرام من جديد وتفضل التلبية إلى آخر ما سنشرح بعد حين. ونش مس الإفراد ميق بضر مكة كيف ديو الطواف القدوم أماكن يخدم ذي القران وذي يخدم سعي الحج، سعي الحج خاطر يشمع عن طريق الإفراد ويبقى على إحرامه ويبقى محرما إلى غاية الانتهاء من النسك، وليس عليه هدي، ولكن القارن يسعى الهدي، المتمتع يسعى الهدي، ماذا المفرد يسعى الهدي. إزما ديني ونوقلها لهانك تروى ميثود لهانيك كل شيء يصلحن ما تفضيون يوض 24 ساعة قبل يوم التروية يلها يروح الإفراد، إما يوم يروح 14 15 يوم قبل الحج قبل يوم التروية في حرج باش هذه قيمة كنيس الإحرام مدة طويلة. لذلك الجواب أين سهل فلاك لونيك يلهان خاطر لو كان ديك شمال يلهان شغل خم لي زافونتاج لي زانكونفينيون، لي زافونتاج ولا شوك لي زانكونفينيون ذا شو الى الحرج ما يليون هذيك الفيمانيس هذاك ربي يوري زميره خاطر ميلي محرم هذه عسيمانيس كذا 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 الى اخره من امور كثير. لذلك والدين يسر، الدين ذي اليسر وما جاء ربي في سورة الحج، سورة الحج الآيتين قاروث الآية 78 إن وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن ممكن أن نروح هكا الله يبارك ترفع هذا الحج كل يوم مش كيف في الناس ويروح القران ويروح التمتع ويروح الإفراد ديجا حتى هذا تنوع كيف كديون الجمال ان شارم جمال كل يمشي يروح عادي. إذن كلها إن شاء الله مشروع. ثم نشم اليوم الثامن، اليوم الثامن اللي هو اليوم
الأول من أيام الحج يسمي يوم التروية. مثلا من طف المتمتع يكشم العمرة يبض كان يرتاح شوية يوض الوضوء جديد وكذا يخدم العمرة ينس ساعتين أو ساعتين ونص على حسب الظروف اللي في ديننا. من بعد مباشرة يخدم الطواف صافي الإحرام يخدميه هذا يخدم الطواف حول الكعبة المشرفة البيت العتيق 7 أشواط من يفوق هذه الزاد ركعتين خلف مقام إبراهيم ما يوفى مولاش في أي مكان ما يوفى الله يبارك هذا مقام إبراهيم ذيهن ماشي يزداثس زين دايلا كد حيسان دايلا الزحمة خاطئ ابعد 20 متر 30 40 50 روح هذا في رياض إما إلا تفيضك يقوى الزحمة ذينا روح أي مكان عند تفيض ليسر الظل ركعتين استقبل القبلة الظل ركعتين والسلام يثم زور في الركعة الأولى سورة الفاتحة قل يا أيها الكافرون الركعة الثانية سورة الفاتحة قل هو الله أحد يتفكض سلم من بعد استقبل القبلة وذعوا ما تيسر 3 دقائق 4 5 من زمرض على حساب ذا غير ذاك عندك يديك يخطو سير الحرج إلى قد معاون دينا لذلك الحج امتحان كبير يا جماعة الخير ولاش كان عند الإنسان هذه يجرب الإيمان يسمى الحج ولاش الجمعة عندنا سنظل ثمثم يسهل الحال العشاء ثورة نظل ثمثم يسهل الحال النظام غادي يكون ثاني نظام وحدس غاس الملك فردان ديال السواق تيكون تسيري شويه المشاكل معنا من الحج خاطئ الحج يوعر فريمون الانسان اللي قاد يعيش ما يسم مليح اي غار باش ورين الدماره مولاش ميد يوغال ارثمورتي سادي مكتي واشيني ساعه 45 لي فيكتيم ظروختنا كو كذاكي وسوا والو طبعا و زوار خلي زيسكالي اسمي ساسونسور ماشي زيسكالي طبيعنا راه ساسونسور وذو الكار لو كان نركب وقال لي مغارني ساعه 80 90 سنه جيتنا ذبحون فضار ابردس ندامه ياي هي غير الحرنك فضار لماذا؟ سيغ الصحابه الحق فضار تجغ الكار تجغي موظني تجغي مغارني مغارثني وكذا وكذا لذلك اتصم الدن داسنا كاينين او يفند في ولد يحوج هاد حجه مليح خاطر الحج مزوارو ذا السرو ثروي ختاك الى اخره تقول دندم اذا كلها وربي القران الكريم يغد في سوره البقره الايه 197 ان فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اشرنا الى بعض هذه المعاني في لقائنا السابق يلا ثورة اذا الانسان من بيخدم اسمي ديروا السعي بين الصفا والمروه هذا وخاطر وقال العمره كما غيدس صافي كفى مقام ابراهيم اذا الدعاء ما يوفى من زمزم ما يوفى من زمزم خاطر ماشي غادي تنادي ماشي مزيه يقوى الغاشي ثوره زيكي شغل الفير ديالنا سود في ماني مي ثوره خاطي ثوره باش تصوض بالك سي ما توضض اش يخسر الوضوء كاع الصوت مشكل نظام لذلك روح كان دير يسر ما ديو تقرا استمش تحت داخل وصاشينيك عند الناس باطن كفوسيك يكفى كان درنا سوا شويه زمزم تدعو ولاش عندها دم قرضه ما نزمزم سو غرز ذات تفضل تسوى تفضل بين الساعه الصفا والمروه وكذا من بعد ما تفك ركعتين خلف مقام ابراهيم تروح الدويض السعي بين الصفا والمروه 7 اشواط الدين تستقبل القبله تغرض الايه ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم الله اكبر الله اكبر بعد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الله اذكر الادعيه ساذكر بعضها حسب في نهايه الوقت ان شاء الله في نهايه الحلقه يلا وبعدين من الميت فكض السعي بين الصفا والمروه تفضل سي الصفا الماء المروه شوط سي المروه الماء الصفا شوط اذا الشوط الاول ديال سي الصفا الشوط الاخير ضفدي ميت المروه تكفير روح تحلق ما تقصر تكفى العمري اكس لباس الاحرام دوش اسيدي زيد ديما يكتيني وكذا وكذا لصق ندورك الله داين تفرع العمري انت متمتع الان تمتع الله يبارك ألمذ يوم التروية اللي هو يوم 8 من ذي الحجة يوم التروية وهو أول أيام الحج بداية أعمال الحج ايش الخدمة في هذا اليوم المتمتع ولكن يكش من العمرة أذ يلس لباس
الإحرام يدوش ماذا بك يعني من السنة ديما مستحب. أم بعد هذه لباس الإحرام وذي الظل ركعتين ماذا بك من السنة باش يكون الإحرام ضحى وقت نطحى وقت الضحى. يلا أندث الليل وستروحوض لا سمكانيين ذي لوتيل محل الإقامة أندث زدغض ذينا أساس لباسينك أصاد ركعتين ذي وقت نطحى في 9 في 8 ونص في 10 في 11 عادي قبل ديال الطور يعني قبل ديال الزوال وزاد ركعتين أدينير لبيك اللهم حجا خاطر فيش مستمتع مذوين لان ديجا اصلا يعني وياض لان على احرامهم يعني ما هكذا ثورة خاطر القارن والمفرد لا يزالان على احرامهما الاحرام لان ديجا اصلا ولكن الشيء اللي يروح نستمتع اتك صدق ندورني تصل بسايق لباس الاحرام ودينير لبيك حجا. الإحرام يكون من محل الإقامة وتبدأ وتشرع في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. باش تخدم تكثر من التلبية أقلك في يوم تروية أكثر من يوم تلبية وتبقى كذلك الاستمرار في التلبية أسني يوم 8 من ذي الحجة أزكني يوم عرفات سلازكني أسن العيد ثم قرانت يوم الحج الأكبر اللي هو يوم 10 من ذي الحجة ألم إلى غاية رمي جمرة العقبة الكبرى تظل ملبيا إلى غاية اليوم 10 من ذي الحجة يعني إلى غاية رمي مثل وضوض باش تخدمض رمي جمرة العقبة الكبرى زينة أتحبص وهي أقرب جمرة إلى مكة المكرمة ولكن ثورة البياقي ماشي تغامض حبس دارك يثعيض حفظ سباح استغفر القرآن عادي ولكن كلما تغير حالك تشرع في التلبية. يعني مثلا تورا نقيم زمان نقصر نزهو شوية تصير من بعد غاد نحكو إلى آخره ديماري تغير حالنا من جلوس إلى حركة من سكون إلى حركة نبدأ في التلبية اللبي أي نكتبن أما اللحو في ضار أما اللحو في الكار أما في ضار أما في الكار بعد نعيا أحبس عادي ماشي شرط تبغى خاطر ما يليوني بذات تلبية ينسي يروح سبيرة على المدينة 450 كيلو وريزمي راه 450 كيلو ريح بسالة هذه عيون هذه الندم هذه غادي الطص وكذا عادي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. المهم يكثر من التلبيه خاصه عند تغير احواله الاستمرار في التلبيه الى غايه رمي جمره العقبه اما كندنا من يوم 10 من الحجه الانطلاق الى منى ماذا بك مستحب قبل الظهر ثلاثين اقلاق كذا رباح ان شاء الله نتصور وحنا اقلاق ذي مكه ممكن نرفع عاقي وخنوي تجاه دمك وكن يعني ربي تروح ندير ترمينا ومينا تروح نفوضار نضبرت قرينون ولاش الكارنا كن ياوينا ضبرت يقرينون تبغى ما داويم اجر السنه الزمر ما كن يعني ربي روح ترمينا نكون اللي كيباقيك نكون واحد دير عرفات روح غير عرفات اما نروح فوضار اما في الكار وغد قارثة كون يهضو ربي الحج ونخص نكون جا قرا في السبا جثاغ فنوي سام لاجر اجر السنه بما اجر السنه يقينا يكون سنبويا هذا ما كان ولكن الحج غير صح على فكره تقلي اختارك عادي تماما غادي غا ولاكي دير لي زانترسيكسيون ديال الحج ديريت مخالف الحجاج ثاكي ديو سيسنت الندم مخالف عند الطياره مخالف عند النيه لا قاعد مخلف مليح ماشي شويطه ذقني الرفاث الفسوق كل شيء الذين واش تعرف شكون قال لك وكذا وانا سكتيت وانا راك تعرف صافي اما رزق بوين يحرز نلسيس احرز لسيك امسك عليك لسانك كان يقولوا لازم تجيب بلادك حتى الهدي صافي لا باس الا كانوا واحد بعد الفافور مالا
خاطر بثني وكسيا ممكن بدا بك تناويسيا انا ويسيا الهدي خرفيه تناويسي ثمورث عادي هذا غير مستطاع غير مستطاع ميم دينا بارك الله فيك على التذكير ميم دينا كي لقات الزلوط واسمي غازلو غتوصل باطوار باش تحرك 11 متر يوعراك باش تروح داغ اللوضو يوعراك ستان بروجي باش كي دي صح امشي تروح ظل ماذا باطوار من بعد ويدا خرفين الزلوث من بعد ود الكبدانيه ود لو كان داك يذرع من خدا يتيزوزو ديال الجزائر لا باس ميدينو الزميره راه هذا تيكي اتيكي لانت شركات معتمده رسميه اوفيسيال ساعه لاكريمون ساعه سي هذاك ساعه العقد ساعه الاعتماد هذا غض الكاغذ ثقي عباده قابله للانابه يعني تقبل لا بروكيراسيون تقبل لا بروكيراسيون نغالي صافي ذاك ديال الجزائر كنا يزلون ياك خاطي يزمريو نديونا ديال زلون وكيلحوما ياك نوكليك زلويا غير خرفيين خلاص كيف كيف امي ذاك الوكاله جوز دينا الوكاله جوز اتاو ذاتيكي الريث الجيبيك اتاو الدم كديجا ماشي ما تيوضر مينا اسمي ذنينا ريزلون ضبرني وقرا ينسن الشي اللي قالك ربي زديت تصفيض يلا ثورا النات كل جماعه تروحن الى مينا روح فضار يعني يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم اتسنسم ذي مينا ذينا وكذا نكوني نروح رمينا نكون ذا الحجنا غيصحى سوا سوا يصحى سوا سوا عادي ما ينقصنا والو ما عندنا لا فديه ولا دم ولا شيء لا شيء يلا من بعد لان 11 تنقل الحقيقه انت باختصار كواس 8 فيس 5 الانطلاق الى منى قبل الظهر ما كدنا في 6 الاشتغال بقراءه القران والذكر القران والذكر الى اخره في 7 اداء صلاتي الظهر والعصر قصرا ولكن كل صلاه في وقتها ماشي يوم عرفات دي عرفات خاطئ ظهر العصر جمع تقديم قصرا لا صلاة قبلهما ولا بينهما ولا بعدهما من ظل مزدلفة أنزل المغرب العشاء جمع تأخير قصرا لا صلاة قبلهما ولا بينهما ولا بعدهما ولكن اسم يوم التروية خاطئ لهم قال يغلظنا لكن يثور في ذيغ الحج هذيك مصاريس دوكول خاطئ أتزلط الطهور ذي الوقتيس قصرا ركعتين ولما يطفيك الحال دينا ذي مكة ناخذ كوفريد نحو منى ناخذ العرفات ام خنويه من كوني حكم واحد انزل الظهر ركعتين في وقتها هذه الوقتيس انزل وقت العصر الظهر كيف وقتي ركعتين من وقت العصر كيف انزل ركعتين فقط يبدا التخفيف شوف يعني حكمه الشرع امشي يبدا التخفيف ديجا نكون ونعيانا مازال في يعني الحج ولكن يبدا التخفيف ربنا يريد الله أن يخفف عنكم سورة النساء الآية 28 تخفيف يلا من بعد أداء صلاة العشاء قصرا في وقتها هذا المغرب غادي تزاد الوقت كاملة ولكن العشاء عندك تطف يوم التروية سنة 8 أزاد العشاء ركعتين فقط قصرا ولكن في وقتها المبيت بمنى خلوي ثنسام ذي منى ليلة 9 من ذي الحجة ثنسام وتقيم وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب أم بعد خلوي نكون قاضي عرفات من بور عرفات خلوي أتظلم صلاة الفجر ذي منى بعد طلوع الشمس مد يشرق يطيج انطلقوا إلى عرفات يوم 9 من ذي الحجة روح مر عرفات غدا في المدينة مرحبا يسون لا سلامانو يلا ثورة نكشم ذي كواسويس 9 نكشم ذي الركن الثاني اللي هو الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة اللي هو يوم 9 من ذي الحجة وهو ثاني أيام الحج ذا سويسين من أيام الحج ذا شو دير النبي عليه الصلاة والسلام إناد في حديث أخرجه الإمام أبو داود والترمذي إناد الحج عرفة وقذ الركن أساس
الحج عرفة معنى يكل حجاج إلى أفيلين يكذين نادي عرفات أي يتواجدون. المراد بالوقوف المراد بالوقوف معنى التواجد وجود. كلنا نتواجد بعرفات إذا كان الوقوف في جزء من نهار يوم عرفة هذا واجب. لقد كتطفى كان كلك سكوند كلك مينوت ذو قزال قبل يغلي يطيش. ولكن الوقوف بعد المغرب ولو للحظات ركن لكن لقى نفرق يا رسم قبل المغرب يزمر يون يطفي الحال يسعى ظروف معينة يبضد عرفات ولو كان 4 دقائق ولا 5 دقائق قبل هذه غالية طيش أسيني مبروك في الله لا شيء عليك. ولكن ما إلا إفاثيث المغرب استفعال المغرب ديالنا صافي معنى واقي لم يأتي بواجب والواجب يجبر وإن ما يروح الواجب يجبر. ولكن لا بريزونس أبري المغرب ولو كان كالك مينوت الحضور التواجد بعد المغرب بعرفات هذا ركن والركن لا يجبر. خاطر الزمري وين ديال عرفات مي قريب ذي المغرب غادي في وقت عرفات شاطر لكن يقوى دحيس قوى الغاشي فيغادر عرفات. لا الوقوف قبل المغرب إذن ولو للحظات واجب وهذا يجبر. ولكن الوقوف بعد المغرب ولو للحظات هذا ركن لا يجبر. معنى مغادرة عرفات يعني قبل المغرب هذا خطأ لا يجبر. وقي إذا قد يعود الحج والسلام عليكم خطر السلام الحديث الحج عرفة. بارك الله فيك. عادة يعني قبل المغرب يقولوا التحقوا بالحافلات كنت يعني الجانب العملي الواقعي. وكذلك ديال الكيران باش تروحن غرمينا ادينين البعثات كلها يعني المسؤولين اسندينين المسؤولين دينين يلا هنا يروح الكار ثاني داخل عرفات ماشي برا صافي. معناها نتاكد بثين داخل ديال التيريتوار في اقليم عرفات وعرفات كلها موقف يلا غصبت مثلا ديال الكار عادي اقرا في الكار نقيم نذكر ربي سبحانه ندعيو عادي ما دام رانا متواجدين في المكان والمراد التواجد بعرفات. ولكن بالنسبه اللي يمشيو على رجليهم كيني الفغ في ذيك الحال باش هذه المقدمه ذاك يثولو قاعد غلطن وقاعد يحرشن هذه قيم مثلا ثقيل الحدود عرفات ثوظن دا المدين قيم ذين ما تتجاوزوش هذا الحد خاطر لينا لا انت لي فرونتيير يعني الحدود قيم ذينا معليش كون يعني ربي باش تسلم ذي مزويره باش بعد المغرب تسلم شويه ذينا تذكر الله وتدعون وكذا وبعدين تغادرون تفغم باش تروح ذي مزوره توضم المزدلفه ولاش الزحمه زدثون ما تفغام اتكمل رمينا الله يبارك ما تفغام تنسم المبيت بمزدلفه هذا الله يبارك يلا. ولكن وقاعد يغلطن يتجاوزوا هذا الحد السينيث غلظن الى قاكن يطف الحال ذي الاقليم عرفات يعني بعد المغرب اكا ثورة النبي عليه الصلاه والسلام افضل الدعاء يوم عرفه شو دينا وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي انك ذا شك الدعاء يدينا نتسى الدعاء مفضل إذن الأنبياء من قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحديث أخرجه الإمام الترمذي. وقي إلى الإنسان يذكر هذا الحديث ما دام النبي عليه الصلاة والسلام إنه هو أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي. إذن ماذا بك الإنسان يعني هذا يويذ سوى كراسنا كذا ويذكر الله عز وجل بهذا الدعاء المأثور للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان أدعية يعني أدعية كثيرة وكان أحاديث كثيرة تجاوزوها ربحا للزمن. فنروح يلا قاضي عرفات
أنزل وقت الظهر نؤدي صلاة الظهر والعصر، صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، قصرا وجمعا. في وقت الظهر ميديا وقت الظهر يرفع الأذان، أذن لا أقلا ذاكي معنا، قال الشيخ يرفع الأذان والشيخ يصلي بنا، يعني نصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، أذان واحد ولكن إقامتان، إذن بأذان واحد وإقامتين، يعني يول الأذان يرفع يطرق العصر اليوم الظهران، من بعد أن الإقامة الأولى للظهر، من بعد نخدم الإقامة الثانية صلاة العصر، ولا صلاة قبلهما ولا بينهما ولا بعدهما. ويخدم النوافل الرواتب خاطئ، تخفيف، هذا من التخفيف. قلنا لكم التخفيف بدأ باليوم الأول يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة، كيفاش نصلي الظهر قصرا في وقتها، الظهر قصرا في وقتها، العشاء قصرا في وقتها، هذا التخفيف بدأ من يوم التروية. وثورة سجد يوم عرفات التخفيف أكثر، يريد الله أن يخفف عنكم. ربي سبحانه هذا من شرع الله ومن تخفيف الله عز وجل علينا، أنه أنزل الطهور ركعتين العصر ركعتين، خلاص تهنينا باش نتفرغ للتلبية. وقل نستمر في التلبية إلى غاية رمي جمرة العقبة بيوم العاشر. نتفرغ لقراءة القرآن، نقرأ القرآن، نتفرغ للذكر والتسبيح وكاين شغلنا، ونسارع غفل. ما عندناش مشكلة تاع الوضوء، خاطر مشكلة يقينا لو كان غنزل العصر واحد سامي ديجا طهور وخدمه صلاه الشين خدمه كذا نرجو، ولا نقعد هلكان، لا نقعد الصحان بعد هلكان، صافي الامر. معنى الشرع يستخفف لنا نزل طهور العصر في ثيك انتهينا سي بون، ثورة نتفرغ للذكر والعباده والدعاء. الدعاء ذاكي قلق الحجاج ما يغفلوش عن الدعاء. يكون الحجاج ما روحا الى قاتل نوصيف دعوه الخير، ولاش الحاج روحا بلا ما وصانت، يكون الحجاج وصانتن. لذلك استثمروا ذلك الوقت في الاكثار من الدعاء، يكون ويث واشو تنولي ويكون يوصل الى اخر هذا الكلام. البقاء في عرفات الى غايه غروب الشمس، يعني الى غايه غروب الشمس، وقد شرحنا ذلك. هناك بعض الاخطاء لابد ان نتجنبها، تجنب بعض الاخطاء واللي هي مثلا على سبيل المثال بيوم عرفه النزول خارج حدود عرفه ونريفغن سي حدود عرفه، وكي خطا ما لازمش نديرو. الانصراف من عرفات قبل غروب الشمس ذكرناه كيف التزاحم والتدافع عنك يضرون. ما روح جبل عرفه واضح دراني ندير له بوطونين تلماس ذينا دحيس، لانه قاعد يحسب نتوري الا قسني في ثيغ الحال سوف لا قزراني ادي يفشلاك ديجا تعب روحه مرمد روحه، من بعد كي يجي باش يروح المزدلفه ومن ديجا خلاص ما بقى فيه ولا شيء، مع حراره الشمس مع كذا. يعني واحد هذا كله من الامور التي لابد ان تتجنب. من قد يفعل هذاك شغلاكي استقبال جبل عرفه بالدعاء، لانه قاعد يتسنى جبل عرفه ماشي القبله، لا، اما الانسان يستقبل القبله ولا هكذا يدعو عادي دون استقبال القبله. استقبال القبله هذا امر من السنه مستحب، ولكن ليس شرطا في قبول الدعاء. اما الانسان يستقبل جبل عرفه كي خاطي ثقي ممنوعه. هذا قاعد يخدم من تظليث، كاين اللي يصلي ثم على بالك يصلي ثم في عرفه، يقول لك والله غير اعطيت له واحد ركعتين فوق الى اخره. وكاين اللي يتمسح وكاين اللي يدير سوفونير ستيلافاتر ويكتب مانيش عارف. وكان اللي يقول لك باللي عندهم واحد يقول كي تكتب هنا ترجع، ادعو ربي يصل لك الرجوع. اما باش تكتب واش حبيت. نعم الحاج. اي نعم، اي نعم بالجماعه. عادي تماما ميسر. عادي عادي ان شاء الله. نكملوا هذه المعلومات ان شاء الله، بعد يفتح المجال ان شاء الله يبقى وقت الاسئله. عند غروب الشمس اليوم التاسع خلاص يغلي يطيش السير هنا صوب المشعر الحرام بمزدلفه. وصلنا لمزدلفه
عقلا نبض مزدلفة. كاين اللي وصل على 9 نتاع الليل، كاين وصل على 10، كاين وصل على 11، كاين وقت ما وصلنا نصليو المغرب والعشاء جمع تأخير قصرا. أم بعد طبعا دائما بأذان واحد وإقامتين، الأذان واحد وإقامتين، مجموعات كما قال الحاج، يعني مجموعات بار جروب. في عرفات ظهر العصر الأمر أيسر خاطرنا في القواطن، ولكن ثم في المزدلفة أنا في الخلا، مجموعة 4 5 20 40 واش لقينا يلا ارفع الأذان ونصليو، وفيها لامبيونس الله يبارك فيه رحمة ربي، فيه تعب ولكن بنين إلى العفافة، ولكن الله عارف بنين يولفنا إن شاء الله ما ربي ما يحرم حتى واحد. يلا من بعد نبض المزدلفة نرجع لكم سادتي. ممكن انتم تقولوا حنا نباتوا في مزدلفة، الله يعينكم، احنا ما نباتوش في مزدلفة عادي، الله يعيننا، حجنا صحيح ما عندنا فيه ولا شيء، ما انتهى. إذا كان اللي بات ثم الله يبارك، جزاكم الله خيرا، عندكم أجر، تحملتوا بتوا إلى آخره حتى الفجر بعد الدعاء أمام المشعر الحرام، يعني الله يعينكم. وين نكوني نروح خدمنا كما داروا قالوا المالكية، حطوا الرحال يجزي، معناتها حنا هبطنا من الكار إذا كنا في الكار، ولا رنا فضار على رجلينا، نصليوا المغرب والعشاء ونشربوا شويه الماء، ولا كاش واحد جائع ياكل لقمه وكذا الى اخره، نريحوا شويه ونقلعوا شغل استراحه، نكملوا نروحوا الى منى او الى منى. ممكن نوصلوا 2 تاع الصباح، ممكن 3 تاع الصباح، ممكن مع الفجر، ممكن، وانتم طبعا مادام بتوا الى ما بعد الفجر باش تجيو ونتلاقاو كاع في عرفات. هذا جائز وهذا جائز، هذا جائز وهذا جائز. إذن وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقدر الله أن تكون هذه الآية في سورة الحج في آخر آية وهي الآية 78. يلا أم بعد اللي باتوا ثم في مزدلفة يأدوا صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر على وجه الاستحباب يستحب الوقوف عند المشعر الحرام، يعني جبل في بمزدلفة، واستقبال القبلة، ماشي جبل ماشي نظم، والإكثار من ذكر الله والدعاء. وطبعا مزدلفة كلها موقف، والآن في حرج خطر مع كثرة الحجيج، ماشي كما بكري دعوة ميسرة، من الآن تغير الوضع، الحجيج كثير يجيو لي فاق هذوك الأمواج البشرية، وكاين حرج شديد، وكاين ربما منكم اللي حجوا وعاشوا حرج شديد جدا، خاصة بمزدلفة. ربي يسر الأمور إن شاء الله. إذن نكملوا ونجمعوا 7 حصيات، يعني 7 يزرني مشطح تجمع ديالنا، وتجمع 40 50 ذاوي 7 حصيات فقط، ممكن تزيد شوية 2 3 4 زيادة 5 ربما واحد نقصوا الوكاء عادي. تلتقط أثناء السير من مزدلفة إلى منى، تلتقط هذه الجمرات. يلا ثراد نغال يوم العاشر، رانا وصلنا يوم العاشر من ذي الحجة، اللي هو ثالث أيام الحج، اللي هو يوم الحج الأكبر، يوم عيد الأضحى المبارك، هذاك هو 10 من ذي الحجة. ذينا كي وصلوا إلى جمرة العقبة نتوقف عن التلبية. عندنا 4 أعمال، لوردر دو جور نتاع يوم العاشر 4 أمور. كاين رمي جمرة العقبة، وكاين النحر، والتيكيني يجزي، وقد شرحنا ذلك قبل حين. التيكيني بالنسبة للقارن والمتمتع كما شرحنا، أما المفرد لا ما عندوش هذه. يلا وزادك الحلق أو التقصير، وزايد ويصير 4 طواف الإفاضة اللي هو طواف الحج. 4 إذن تقال نخدم سني قواس العيد وين يزمرن، خاطر إلا الأمور مثلا كما النحر ممكن يؤجل، وطواف الإفاضة
ممكن يؤجل إلى أيام التشريق، يعني ماشي لأنه قال مجموعة كيما رانا كاع هنا، كاين اللي يديرهم في 4 في هذاك النهار. مثلا انتم مجموعة الله يبارك درتوا رمي جمرة العقبة، زدتوا الهدي غادي هذا درناها بالنسبة للمتمتعين كامل، زدتوا الحلقة ولا القصر وطواف الإفاضة، رحتوا من منى إلى مكة المكرمة، درتوا الطواف، طواف الإفاضة اللي هو طواف الحج الله يبارك. ممكن انتم مجموعة طواف الإفاضة ما درتوش هذاك النهار، خليتوه اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث من أيام التشريق. ممكن انتم ما درتوش حتى بعد أيام التشريق، وصلتوا لمكة ارتحتوا 10 أيام براحتكم إلى غاية نهاية شهر ذي الحجة. هاو مازال 20 يوم قدامك الله يبارك، 10 ذي الحجة مازال 20 يوم باش يفوت، يجوز. شي درتوه انتوما وانتوما كيف عادي، الحج نتاعكم كاع صحيح، ما كاش اللي يقول الآخر إذن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقد أشرنا إلى هذا سابقا. يلا من بعد سبحان الله اللي بغى يرجع إلى الحديث رقم 1736، هذا في البخاري، رقم الحديث 1736، وين نقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. اللي ما عندوش البخاري عنده مسلم يرجع إلى الرقم إن شاء الله ما تخونيش الذاكرة 3156، 3156 رقم الحديث هذا في المسلم، صحيح مسلم، عند النبي عليه الصلاة والسلام قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وقتاش قال هذا الحديث؟ قالوا ثم في الحج، كان يقول للصحابة عليهم رضوان افعل ولا حرج. واحد يقول درت كذا وكذا قبل أن كذا يقول افعل ولا حرج، وبعدين يقول له مثلا ارمي ولا حرج، وبعدين يقول انحر ولا حرج. يعني يسر النبي عليه الصلاة والسلام على الحجاج عملا بنصوص الوحي الطاهر. إذن هذه الأعمال اللي يديرها الحاج يوم 10 من ذي الحجة. الركن الثالث ندخلوه درك، حنا قلنا الآن هو يندار بيوم 10 ولا يؤجل إلى أيام التشريق أو إلى ما بعد أيام التشريق. بالنسبة للطواف الإفاضة هناك بعض الأخطاء، أخطاء معروفة يعني شائعة عند بعض الناس، يعني عند رمي الجمرات. كاين اللي يعتقد وهو اعتقاد باطل، يعتقد باللي كي يرمي الجمرات معناه يضرب الشيطان، سي بوسا الزعاف هذاك يخرج، تقولوا يا الشيطان واش درت يا فيا كاع في الجزائر درك جابك ربي انتقم. لا، هو رمي الجمرات لذكر الله فقط، لإقامة هذا الذكر. وربي قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، تقول بسم الله الله أكبر، ترميها بهدوء أم بلا. إذن هذا الاعتقاد هذا باطل، ما تقولش بلي نرمي الشيطان. 2 من الأخطاء كاين اللي يرمي يجمع الأحجار الكبيرة، كاين الشيطان لقص، ماشي راه مشطوح لقص خاطئ، لا يجوز، ماشي في هذه كلها مخالفة. ولا واحد كان مرة واحد قال لهم هكذا بالتربولات يعني ا ديستونس، خاطر كاين اللي يرمي من بعيد، الحوض راه لهيه والغاشي كاين هنا وهو يدير هاك. كاين سبيسياليست يا كيصيغ المال ما تخافش، ممكن هو يدير هاك واحد يمسو هاك، وبعدين كان اللي تكسروا النواظر، كان اللي تقاس، خاطر من بعد الحجراني تقيس بها البشر ما تقيس بها صافي. الانسان الا قادر يروح التاويل مي بوسام، كان اللي شوفوا العقل كان لا بانيك، شوفوا العقل وما روحش العقل التاويل ميث بالضرذين غا الحوضني ماشي لما تحوص ضاع كاز ناس ميس العمودني ودرك الحمد لله داروه كبير يعني. لا المهم تجي في الحوض فقط، تجي في الحوض هذاك حوض كبير، توصل ثم صدرك وصل لهذاك الحد اسيدي بسم الله الله اكبر، يوث بسم الله الله اكبر عادي، ما تقلق غيرك. وكاين ذا الازدحام يا محمد رسول الله،
وثاقي جاب لي ربي لازم خبراء كبار يلقاو لنا الحلول باش ما نزدحموش. لا في الطواف الدحيس كبير، عند السلام، عند تقبيل الحجر، يا حسرة ممكن دير 150 محاولة كلها صفر، ما تجيبش. أمواج بشرية، ازدحام، يعني يا ربي يستر. لازم إعادة النظر في هذا الموضوع، ولازم نفكروا جماعيا كحجاج ولا كمسؤولين اللي راهم على مسؤولين على الحرمين الشريفين باش يسقموا لنا هذا الأمر. وفيه وسائل، فيه اقتراحات عملية باش الناس تحج براحة. يلا إذن الازدحام ثم في رمي الجمرات هذه ماشي مليح، وكذلك اللي يرمي الحصايات كامل ضربة واحدة يرفدهم في 7 يرميهم، إذا ضربها أونغرو تولي وحدة، تحسب واحدة سيقارن كضربة واحدة أثنتك ساكن خطي إلى قيمة. ركن الثالث طواف الإفاضة اللي قلنا هو طواف الحج، وقي يجوز تأخيره كما قلنا إلى ما بعد أيام منى، يعني إلى ما بعد أيام التشريق، أو يعني بعد الفراغ من أيام التشريق كامل، وبعد الفراغ من رمي الجمرات الإنسان يرجع إلى مكة المكرمة، وكي ينقص الازدحام يروح يجيب الطواف نتاعو عادي تماما. وبعدين بعد الطواف يجيب السعي بين الصفا والمروة، سعي الحج بالنسبة للمتمتع. وإذا لم يكن قد سعى من قبل مع طواف القدوم أيضا لمن كان قارنا أو مفردا، قد ذكرنا ذلك، هنا يدير السعي. معنى هناك يسر، ممكن ما جابش السعي بعد طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، ثم يجيب السعي. بالنسبة للمتمتع يجيب الطواف، بعد الطواف يجيب سعي الحج لأنه دخل بنسك التمتع. وبذلك يكون التحلل الثاني وتحل له جميع المحظورات. الركن الرابع والأخير اللي هو السعي بين الصفا والمروة، ثابت بنص القرآن في الآية 158 من سورة البقرة، حيث يقول ربنا عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقرأها الساعي عند جبل الصفا وهو يستقبل الكعبة المشرفة، ويقرأ أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إلى آخر هذا الكلام. يعني أدعية مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وينطلق، وبعدين بين الأخضار بالنسبة للرجال الإنسان يهرول شوية يمشي شوية، كاين تفاصيل ما أذكرها حتى في الطواف، ما ذكرتش يعني الإنسان يكون يعني يدير الاطباع كذا وكذا، وبعدين يقارب الخطى بالأشواط الثلاثة الأولى إلى آخر هذا الكلام. ما حبيش ندخل في التفاصيل، حبيت اليوم الجزء الثاني نكمل هذا الحج إن شاء الله. ثم كملنا طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، ثرق مغد أيام التشريق 3 أيام. ذينا اليوم 11 من ذي الحجة أقلا ثورة ذي منن النبي عليه الصلاة والسلام ذا شو دينا أيام التشريق أيام أكل وشكر وشرب وذكر الله. الإنسان يأكل ويشرب ويذكر ربي سبحانه ويحافظ على الصلوات والقرآن والدعاء، هذا مكان كان هي أيام التشريق. طيب، وبعدين يزيد رمي الجمرات، الجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى، بعدهما يدير الدعاء، بعد الكبرى ما كانش دعاء. هذه التفاصيل سيعرفها الحاج إن شاء الله الذي سيقبل على الحج وييسر الله عز وجل له ذلك، ويحتاج إلى تفاصيل كثيرة. فقه الحج فيه تفاصيل كثيرة لم أذكرها، نخليها للحاج حينما يعني يروح للحج ثم سيتعرف عليها إن شاء الله تعالى. وكذا يبات ثم في منى، وبعدين اليوم الثاني من 10 من ذي الحجة، اليوم الثاني من أيام التشريق، أيضا يفعل ما فعله في اليوم الأول. وبعدين لمن تعجل ربي فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وقد يفغن يومين كان الله يبارك أفغن قبل غروب الشمس يغادروا منى، ماذ وين يفغن يتأخر فلا إثم عليه،
يعني أذيرنوا اليوم الثالث، ميرنا اليوم الثالث من ذي الحجة، رمي الجمار، الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى فقط، وبعد ذلك إن شاء الله يتجه الحاج إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع، ميل ليس على السفر بعد ذلك، إما إلى المدينة المنورة أو إلى بلده بعد أداء الحاج لطواف الوداع. متى يؤدي طواف الوداع؟ يؤدي الحاج طواف الوداع قبيل سفره، قبيل سفره. المعنى يسمى الناس مثلا نغادروا مكة على الساعة 12، وإن كان هذا نادر، يعني عادة يتفادوا أوقات الصلاة. مثلا يقولوا نغادروا مكة على الزوج، واحد يروح يجيب الطواف على 11 على 10 نتاع الصباح، يجيب الطواف خاطر قريب باش ما يوقعش في حرج، إما يتعطل أو يعطل غيره، هذا ما كان. فبالتالي هذه هو طواف الوداع، ولكن لا يعفى من طواف الوداع إلا اللي عنده عذر، كما مثلا بالنسبة للنساء الحائض، المرأة الحائض ولا المرأة النفساء ولا هذه، يعني يكون إعفاء من طواف الوداع لأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كملنا الحاج وطواف الوداع، ثم يلا الإنسان إذا كان سبق بالمدينة المنورة هاو ديجا زارها ودار كاع واش لازم يدير في المدينة، ما إلا ما زارهاش درك نزوروها معاه إن شاء الله، نديروا الزيارة للمدينة المنورة. واش نديروا؟ أولا المدينة المنورة هي مهبط الوحي الثاني، وين نزل القرآن في مكة والمدينة. مهبط الوحي الأول في مكة المكرمة، بمكة المكرمة. مهبط الوحي الثاني هو المدينة المنورة. إذن نزور المدينة المنورة، نزور المسجد النبوي لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام يعني بمكة المكرمة، ومسجدي هذا أي المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. الصلاة بالمدينة المنورة بالمكة المكرمة بالمسجد الحرام ب100,000 صلاة. الله يبارك، هذه هدية ربانية. وين يظل نصلي في مكة أماكن يظل 100,000 نظل دا النظام، وتظل في المدينة المنورة المسجد النبوي أماكن يظل 1000 صلاة دا النظام للجمعوية الدنيا مرة. وين يظل نصلي في القدس المسجد الأقصى الجريح أماكن يظل 500 صلاة، يعني ذي الجمع واحد. والحديث يقول الإسلام حديث أخرجه الإمام البخاري وغيره. طيب، الصلاة بالمسجد النبوي وصلاة ركعة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثقي أمر مسنون مشروع باش أنفذ ريزدة الزكاة النبي عليه الصلاة والسلام ونسلم عليه وفقط، ثم نمر بلا ازدحام ولا تعطيل. للأسف تلاحظوا بعض الظواهر ماشي مليحة، إنسان تقول السلام عليك يا رسول الله وفوت، هذا مكان. وزيارة قبري صاحبيه المجاورين له، أتصلحوا واحد يعني كان سنتيما قبر أبو بكر الصديق، السلام عليك يا أبو بكر الصديق، فقط السلام، وبعدين السلام عليك يا عمر بن الخطاب. ذايا افق غادي الباب قدامك، نخرج ونترك المكان لغيرنا، نترك المكان لغيرنا. وكذلك ماذا نفعل في المدينة المنورة بالمسجد النبوي بالذات؟ نصلي ركعتين في الروضة الشريفة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وطبعا هي مساحة محدودة، ذاك سوطابين ذا زيزاو يعني اسميس ذا زيزاو محدودة، وذينا نصلي ركعتين فقط. ثم ما ولاش الغاشي الأمر ميسر، صلي 4 6 10 واش قدرت. أما أنه أنتم وصلتوا إلى الروضة وراهم الآلاف يستناو، الآلاف دايرين لاشين واقفين، وكان اللي مسكين استنى 2 3 خسر له اللوضو راح ودار محاولة أخرى، وكان لي واحد 10 مرات وهو يحاول ما لحقش. أنتم يا خوتي صلوا ركعتين، روحوا عندكم أجر أكبر
من أنكم تصليوا 10 ركعات وتحرموا خاوتكم وما يلحقوش إلى هناك. وكاين بعض الناس أيضا من الأخطاء التي ترتكب، واحد يوصل ثم كي يصلي حتى يشبع يرفد المصحف ويقرأ، يقرأ القرآن وواحد الخشوع نقول له راك غلطان، هذا ماهوش الشرع هكذا، لأنك حرمت الناس اللي جاوا 5000 كيلومتر 6000 10000 كيلومتر جايين وما قدروش يصليوا ركعتين، ويجي مسكين ربما محروق لأنه حرم ما صلاش ركعتين في الروضة الشريفة. حبيت نقول نتعلم الفقه والأدب معا، خاطر ما الفقه إلا الأدب ولاش ولا الدين، إلى قلم يحذر إلى قلم يحذر. وكذلك زيارة مقبرة البقيع والسلام على أهلها رضي الله عنهم أجمعين. مقبرة البقيع قربتين كان دين مدفوض كان سي زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام تحوض القدام مباشرة أضافوا مقبرة البقيع أندنطلن أكثر من 10,000 من الصحابة يقنطلن دينا أرنوا العارفين والصالحين والصديقين، يعني يتصل خير يقموثن دينا 3 سنين عفو ربي جميعا. يلا وزيارة أيضا شهداء أحد تساوي دينا والسلام على الشهداء أحد وعلى رأسهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. وكذلك زيارة مسجد قباء يوم ذي يغلظوا وذي روح قباء يصلي ركعتين، أول مسجد بني في الإسلام وذينا ما كان يسعى أجر عمره، ما يصل كان ركعتين دينا يسعى أجر عمره. وكذلك لمن استطاع يصلي ركعتين بمسجد القبلتين عند يظهر تحويل القبلة لمن استطاع، وإلا فالحرج مرفوع إن شاء الله تعالى. ثورة أخيرا نختم إن شاء الله هذا اللقاء أحكام الحج في الجزء الثاني بالأدعية. الأدعية كثيرة، الإنسان يلتزم الأدعية، أما 3 أصناف من الأدعية. أول الصنف الأول الأدعية الواردة في القرآن الكريم، الصنف الثاني الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصنف الثالث الدعاء مطلقا، ادعوا واش بحبيت، المهم ادعوا بالمشروع، ادعوا بساين الهان وخلاص. أدعية القرآن كثيرة كقولك مثلا في أواخر البقرة الآية 286 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا إلى آخر الآيات. في أوائل سورة العمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك لا تخرج الميعاد. في سورة الأنبياء الآية 87 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نعطي بعض الآيات هكذا بأرقامها. سورة إبراهيم الآية 41، سورة النمل الآية 19، سورة الشعراء من الآية 83 حتى الآية 87، سورة إبراهيم الآية 40، سورة الأعراف الآية 23، سورة الممتحن الآية 4، سورة الأنبياء الآية 87، سورة طه من الآية 25 الآية 28، سورة البقرة الآية 286، سورة آل عمران الآية 8، سورة آل عمران الآية 147، سورة آل عمران من الآية 191 حتى الآية 194، سورة المؤمنون الآية 109، سورة الفرقان الآية 74، سورة الحشر الآية 10. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ساقي هكذا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سورة الحشر الآية 10. سبحان الله الآية 8 تحدثت عن المهاجرين، الآية 9 عن الأنصار، الآية 10 ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه بعض الآيات اللي موجودة في كتاب الله العزيز. أما الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي كثيرة جدا. على سبيل المثال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أدعية كثيرة. سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه بعض الأدعية المأثورة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هي رحلة الحج لخصناها في جزئين، مهما كانت الرحلات اللي يؤديها الإنسان في الحياة، ولكن أعظم رحلة هي الرحلة إلى البقاع المقدسة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل حج جميع الحجاج وأن ييسر الحج لجميع المسلمين والمسلمات، والحمد لله رب العالمين.